كان عم يتعمر وبيعرف انك طالع بالبيت انت وعيلتك وعم تشوف هوا ومع استنجدت الميداليه والطلبه كمان. ايوه، وبيعرف اسم امك ورقمك الوطني، وبيعرف انه جارتكم المسميه المالة بالبيت لانه بنتها ولدت في المستشفى وجابت ولد وسموه خلدون. وبيعرف انه جارك ابو رائد بطل يسمع والسكري بلش يأثر عليه. بس هذول اولاده ما بيعرفوا شيء عن مرضه قد ما بيعرف الحرامي. قالوا شو؟ لساتك بالشعر لما بالصالون والله مصروف. بس يا رجل شو عمال العالم بيزوروا البيت الابيض بشكل يومي. شفت شي مرة شقق لمبة عن سور البيت الابيض؟ والله ما كفت عليها متر ما بعرف. بالعكس تمام، بتصير عندنا القمة السودانية بشي قاعة في القاعة وفيها بس نون واحد من زمان كارثر وانتهائي. ايوه هذا بالبيت الابيض. بس اي بيت عنا وقت بيجي حدا يزورنا ونشغل لمبات السوق والممرات والحيطان وكل الغرف والمنافع، بالاخير تفتح الضيف زي 500 ليرة وصاحب البيت يا حرام السوق يحسب له انه ما معه، مع انه عداد الكهرباء مرك اكثر من 500 ليرة حق كهرباء. والله عم تحكي صحيح. فك يا رجل بمهرجان اليوم بيعلقوا 7 لمبات استقبال مشاهير العالم ونحن بقرش ملاحين الخزان فضل مكسور الحمولة قد ما نورنا لمبات كهرباء، مع انه طلع مرته بعد 6 اشهر. والله كمان عم تحكي صحيح يا اخي. عندنا كثير شغلات عم تدخل بالعالم. نو مثلا نحن ما بنتابع المسلسل الا اذا كان 300 حلقه واكثر. مظبوط. ونشتري القميص بالبالة ب 200 ليره هو بكلفنا تصوير وكوي وتظبيط 300 ليره وبالاخير ما بيزبط كمان. مظبوط. نحن عندنا فوقش بتاعتك بتكلفنا 10 ليرات. اصلا صخيها بالميكروويف بتكلفنا هذيك الحسبة العمى. يا اخي والله كمان عم تحكي مظبوط. لك يا اخي نحن شعبنا تعرف نام الا واللمبة مضوية وكأنه بأحلامنا بدنا نسهر ونشتري كستنا، مع انه نص خداعات العالم كانت على النواطة. والله مظبوط معك حق. انا بدي اسألك سؤال، شو هو باعتبار نحن شعب عندنا فائض بالكهرباء وعم نكبكب وبطالع هون وهون، اذا كان كل واحد فينا طفى لمبة كهرباء واحدة مسؤولين الكهرباء عندنا بشو بدهم يتحيزوا؟ اذا لا سمح الله يعني مثلا شي مرة انقطعت الكهرباء اللي لجوا والله ما بعرف